وهني انا ما بقولكم شو الصح او شو الغلط، بس ناس كثيرة تيجي تقول لك لما نحن نقول لهم روحوا اطلبوا مساعدة او روحوا تشوفوا احد متخصص دكتور نفسي، افهموا نفسكم، افهموا كيف تحطون الحدود، افهموا شو الاشياء اللي انتم فيرنبل يعني بالنسبة لكم او نقط ضعفكم عشان ما حد يستغلها. في ناس تيجي تقول لك وانا مجنون عشان اروح لدكتور نفسي او اروح اتعالج. زين انا بسألكم السؤال، شو الأحسن؟ أي طرف أنت تبى تعيش فيها؟ طرف تكون أنت الضحية اللي في علاقة مؤذية، أو تكون أنت الطرف المؤذي في العلاقة، أو إنه واحد اللي هو يتهرب أصلا من العلاقة والكمتمنت؟ وين تبى تعيش؟ أو الأحسن إنك أنت تروح تشوف حد متخصص وتقعد معاه وتفهم نفسك أكثر وتدخل في أو تعيش في الحياة ب يعني الحالة نفسية مريحة، فاهم نفسك، فاهم حدودك.